أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدأ، حبك في سلطان جسدي معزك يا عين وحدة، قد النحلة اللي تسدي تبني شهدة فوق شهدة يا محمد. يا سيدي صلى الله عليك نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا في هذه السهرة من سهرات شهر رمضان المبارك تحت رعاية السيد مدير العام للإذاعة الجزائرية. وفي هذه الليلة الرمضانية المباركة نسعد باستضافة فرقة منشدين مبدعين يقدمون أجمل الأناشيد الدينية التي تمجد القيم الإسلامية وتبعث السكينة في النفوس. سنعيش معكم لحظات فنية مميزة نتعرف فيها على فرقة إنشادية من مدينة أم البواقي، وبالضبط من مدينة الشهيد العربي بالمهيدي من مدينة عين مليلة. نتعرف على فرقة أمين زروق الإنشادية. في البداية أرحب بكم، رمضان كريم، مرحبا بكم، شكرا لكم على تلبية الدعوة. مرحبا بك أمين، أسعد دائما باستضافتك، يعني أرحب بك، شرفتني وأشكرك دائما على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا لكم، رمضانكم طيب مبارك، صحة فطوركم، كل عام وأنتم بخير. أشكر إذاعة أم البواقي الجهوية على هذه الاستضافة التي عودتنا بها دائما في المناسبات. نشكركم جزيل الشكر على هذا البلاطو وعلى هذه الاستضافة. أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. بارك الله فيك. أرحب برجال الذين يجلسون على يميني وعلى يساري، خيرة شباب مدينة عين مليلة، يعني اللي اختاروا الفن النظيف، الأناشيد الدينية. أكيد راح نتعرفوا عليهم. أمين نتعرفوا أمين يعني غني عن التعريف، يعني ولد الدار. مرحبا بك ديما. أكيد راح نتعرفوا على الشباب، يعني الفرقة حديثة النشأة. الحمد لله وفقنا ربي سبحانه أن بعد جهد طويل وبعد مشوار يعني نوعا ما طويل في الإنشاد الفردي، الحمد لله وفقنا ربي سبحانه أن كوننا فرقة، ولهذا مازال ما اختارنا لهاش الاسم الفني. هي الفرقة يعني تحت غطاء جمعية جيل تميز لولاية أم البواقي اللي ترأسها صديقي أيمن حملاوي اللي نحييه بالمناسبة، لكن اسم الفرقة الفني مازال ما اخترناه لهاش. فرقة تضم مجموعة من الشباب الواعد والصاعد ذو الصوت الرخيم الشجي الذي الحمد لله اختار كما قلت الفن الهادف طريقا وسبيلا إلى نشر القيم الإنسانية وقيم الروح الوطنية والقيم الهادفة. نعرف كلمة نخليهم يعرفوا بأنفسهم. يعني تفضل البداية مع تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم، نشكركم على هذه الاستضافة بمدينة أم البواقي. معكم الطالب درغال هيثم، طالب جامعي بمدينة أم البواقي، سنة ثالثة بيوشيمي، تخصص بيوشيمي. ما شاء الله. عندي بزاف مع خونا أمين نشوفوا فيه يعني بمثابة الأخ الأكبر والصديق، يعني دائما نكونوا عرضة لتوجيهاته خاصة في الإنشاد. وهذه وحب الإنشاد هو اللي يجمعكم، حب الفن النظيف. أكيد نتعرفوا عليك. مرحبا بك. بك يعيشك. السلام عليكم ورحمة الله. معك بن فاتح عبد الرحيم، لاعب كرة قدم كنت في السابق، والآن شغل التوجه الحياة العملية ابن مدينة عين مليلة. ابن مدينة عين مليلة. أكيد أيضا ابن مدينة عين مليلة. الله يبارك على شباب مدينة عين مليلة اللي نوجه لهم تحية، يعني مدينة الشهيد العربي بالمهيدي. سوالمية صلاح الدين، خريج المدرسة الوطنية العليا للمانجمنت، وحاليا أعمل كمهندس دولة في مؤسسة وطنية. معرفة شخصية مع أمين نعرفه من زمان. كنا ننشطوا يعني تارة كنا يعني مؤخرا خممنا نتلموا كامل في فرقة باش تكون فرقة يعني شيء منظم ونقدروا نتحركوا تحت غطاء قانوني وتحت غطاء جمعية. معكم خيري محمد إسلام، طالب جامعي سنة ثالثة ليسانس هندسة ميكانيكية. تشرفت اليوم بالحضور معكم في هذه السهرة الرمضانية.
ان شاء الله تجوز خفيفه إن شاء الله يا رب. لكم ولكل المشاهدين. أمين، نبداو الحديث ولا نبداوها بوصلة يعني كبداية، يعني خاصة لكل محبي صوت أمين. نبداو بوصلة. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا بالمنام إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك، للقبات الخضراء جئت أصلي عليك، يا جد الحسنين محمد يا زين، يا من جئتنا بشرى طه نور العين، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك، قلبي في المدينة وجد السكينة، محمد نبينا السلام عليك، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله، رسول الله حبيب الله، رسول الله حبيب الله. شكرا. الله يبارك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كنت أقول صاحب الحنجرة الذهبية، ولكن الآن أقول أصحاب الحنجرة الذهبية. الله يبارك، ما شاء الله عليكم، يعني أبدعتم. الله يبارك. نفتخر أنه بمدينتنا مدينة أم البواقي يكون عندنا شباب ويكون عندنا هذا النشيد والإنشاد الهادف والرائع والجميل. راح نتحدثوا أكيد عن الرسالة التي تحرصون دائما على إيصالها للشباب، خاصة بما أنكم أنتم فئة الشباب، يعني جيلكم. ما هي الرسالة اللي تحرصوا دائما على أنكم توجهوها؟ الإنشاد يعني كما نقولوا حنايا فن محترم يوصل رسالة هادفة، يعني خلاف أن الفن الآخر اللي فيه يعني كلام يعني غير طيب كما يقولوا. هذه هي رسالة هادفة. أمين، أكيد الرسالة هادفة، أكيد أنشيد للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هذه من أحب الأنشيد إلى القلب وإلى قلب. من هو المنشد اللي تأثر به أمين زروقي واللي تأثرتم به؟ والله يعني كبداية لكل منشد أكيد راح يكون لك قدوة في هذا أكيد أكيد أكيد. كانت البداية تاعنا يعني بدينا من المساجد، كانت توجه لنا دعوات من طرف مشايخ المدينة، من طرف الدكتور عبد الغني بارش اللي نحييه بالمناسبة. كنا نتلموا ونحاولوا نحيوا هذيك السهرات الرمضانية وهذيك المناسبات الدينية. كان في عمر أمين هذاك الوقت؟ المشوار يعني الفني قبل الاحترافي يعني بدا منذ حوالي 12 ولا 13 سنة. كان في عمري حوالي 18 سنة. إيه؟ يعني انت اللي حبيت هذا الفن، تاثرت العائله اللي حفزتك اللي اكيد الحمد لله. اكيد العائله دور كبير جدا. اكيد يعني البدايه تاعي كانت الحمد لله من المساجد، كنت متطوع في مسجد حيي، كنت مؤذن والناس يعني الحمد لله في بعض الصلوات الجهريه،
وفي مجال الإنشاد كنت يعني كما قلت لك كنت في الابتهالات الدينية وكذا. المنشد يعني اللي تأثرت به منذ الصغر هو ممكن نقولوا المبتهلين والله المنشدين القدامى كالشيخ محمد عمران والشيخ المنشاوي المقرئ الذي كان ثاني له بابتهالات. يعني هما يعني اللي تأثرت بهم منذ بدايتي. والإنسان يعني مع مرور الوقت يولي يحاول يكون له بصمة فنية أكيد بصمة تاعك، أكيد بصمة أمين. وهذاك القدوة تخليها في بلاصتها، أما الهوية الفنية لازم تكون لك. كانت البداية لأمين وحده، ومن بعد نشوف في أمين اختار مجموعة من الشباب. كيف اختارت كل واحد فيهم؟ كيف كانت لقائكم؟ صدفة؟ كيف مختلط. نبداو بالأخ. شغل الهواية تاعي كنت باغي بعد أنا نولي تحب الإنشاد، تحب الإنشاد. كيف حتى سمعت الصوت نتاعك؟ شكون اللي شجعك؟ بديت في زملائي في القسم. في القسم كي كان نجمعوا هكا نشوفوا كانت في المجموعات الصوتية. المجموعات الصوتية اللي كانت في اكتشفت نفسك اكتشفت نفسي، صحابي هكا شجعوني وليت هكا. كيف كان اللقاء مع أمين؟ كان صلاح صديقنا شو اللي يعرفني به. يعني صلاح اجتمعنا ولينا شو اللي عرضوني، جيت معاهم وليت ربي ان شاء الله نكمل معاهم. حبيت ربي يبارك، ناس متربيه والكيف. الله يبارك ما شاء الله. نروحوا للاخ. كيف كان اللقاء مع امين؟ كيف حتى انضميت الى امين؟ مع امين شوف في وقت فت في روبورتاج وكاين واحد الشخص شفيت عليه انه علق لا طاقه امين، قال له شوف الشخص هذا ولا كان ضموا معاك في فرقه والله وتعرفنا ثم يعني صدفة والإعلام يعني الإعلام إن شاء الله يكون حلقة اليوم والإعلام تاعنا اليوم إن شاء الله يكون خير عليكم، إن شاء الله توصلوا للعالمية ولما لا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب لكم وكل تقدير لكم الحمد لله. نتشرف ديما بك أمين وبحضورك، وسعيدة جدا أنك تكون حاضر معنا. الأخ كيف كان لقائك؟ نعرف معرفة شخصية ممكن من سنوات 2018 2019 مش نتذكر مليح. كما كنت نضيف انه كنا ننشطوا في المساجد، كانوا يوجهونا دعوات، كنا نروحوا المساجد، كنا نحيوا حفلات ابتهالات دينيه بمناسبه المولد النبوي، المواسم كما نقولوا الدينيه. بعدها حاولنا ننشطوا في فرقه لكن ما كتبش الوظيفه باش نفتحوا كاستينغ ونخيروا زعما شباب. يعني الحمد لله كامل حاضرين هنايا كنا من ابناء المساجد، يعني تفاهمنا باش نكونوا من ابناء المساجد. الله يبارك. هذا مكان يعني انتم ابناء مدينه واحده. والاخ اللي من سيغوس كيف حتى انضم ليكم؟ انا بالنسبه للانشاد اكتشفت الموهبه تاعي في الكشافه. في الكشافه نعم. يعني القاده هما اللي اكتشفوا الموهبه تاعي، ومن ثم بديت واللي اصبحت منشد الفوج وبديت نسجل اناشيد كما. اما بالنسبه لامين بالك المعلومه هذه هو ما يعرفهاش، يعني اللي يعني وراني امين هو سيف بن غالي اللي راح معنا دركا في العمل ويخدم في الجزائر. ثم هو اللي بعث لي صفحه امين وقال لي منشد من عمريره تواصل معاه، ومن تواصلت مع امين قلت له انا حاب قلت له منشد مبتدئ حاب نطور الموهبه تاعي. قال لي ما كان حتى مشكل، قال لي راح نفتح فرقه غير نفتحها راح نتواصل بك. وبطبيعه الحال كيف فتح الفرقه عيطنا وتلمت الفرقه تاعنا. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله يا رب. امين، اكيد فيه فرق بين الانشاد الديني قديما سابقا والانشاد الديني يعني وخاصه مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فيه فرق كبير. اكيد فرق كبير جدا بين الانشاد قديما والانشاد حديثا. الانشاد قديما كان حتى مش قديما قبل سنوات فقط، يعني مواقع التواصل الاجتماعي كانت لها فضل طفره كبيره في كل المجالات، خاصه في المجالات هذه السمعيه البصريه. الانشاد الديني اصبح الان يعني يروج له موش صوتا فقط، اصبحت كما رانا نشاهد الفيديو كليبات اللي راهي اصبحت تنافس الاغاني وتنافس يعني ما شاء الله، وهذا خير كبير يعني والحمد لله. يعني نشكر كل من راه يقدم في هذا الفن بهذا القالب المحترف، واللي اكيد لازم به تقدم البديل، لازم يكون البديل هذاك في المستوى جميل ومليح في المستوى.
فرق كبير كما قلتي. ساعدتك مواقع التواصل الاجتماعي امين؟ اكيد. يعني كان لها فضل دور كبير. حتى المسابقات والله يعني يكون يخطيو مواقع التواصل الاجتماعي شكون اللي راه دوك يقرا في الجرائد ولا يعني شويه من جانب ثاني التسويق الاعلامي للاعمال الفنيه اللي راهم يقوموا بها المنشدين، واللي كما نقولوا الحمد لله كنت انا ثاني من بينهم. وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير جدا. كما قلت الانشاد سابقا والان راهو مختلف تماما. من ناحيه النوع العمل في حد ذاته. بكري كان الانشاد يقتصر على الدف وعلى الالات. حتى الشباب كانوا شوي كبار في السن في الانشاد قديما، يعني في الاونه الاخيره نشوفهم يعني شباب في مقتبل العمر، يعني شيء جميل ونفتخروا به. وهذا راجع للقوالب التي راهي تقدم الان في هذا الفن. بكري الابتهالات يسمعوهم ممكن غير الكبار السن، اما الان فانا نشوف هذه الانشوده اللي قدمناها الان. كانت عندي حفله يوم البارحه في ولايه بادنه، الجمهور كان مختلط كبار السن وصغار السن، يعني تقريبا ما كانش طفل صغير ما ردش مع هذه الكلمات الانشوده. وهذا راجع كما قلت لك الحمد لله للاحترافيه اللي راهم يقوموا بها الفنانين والمنشدين في تقديم هذه الاعمال الفنيه. نكسروا شويه الوقت بهذه الدردشه ونروحوا لوصله، يعني امتعونا شويه. قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل. قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل. ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولا ظل له بل كان نورا الله الله، تنال الشمس منه والبدور الله الله. ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. أبدعتم ما شاء الله عليكم. أكيد هذه الأيام بما أنه نحن في شهر رمضان المبارك الشهر الفضيل، فيه كثير من الحفلات المسابقات يعني اللي شاركتوا فيها أمين. نعم الحمد لله. دائما شهر رمضان هو الشهر الذي يبرز فيه المنشد على غرار باقي الأشهر. الحمد لله كانت لنا صولات وجولات عبر تقريبا مجموعة من الولايات ومجموعة من البلديات. أحيينا فيها مجموعة من الحفلات. مؤخرا كانت عندي يعني مجموعة من الحفلات في ولاية باتنا،
من تنظيم أحد الجمعيات هناك، جمعية الفن للشباب والموسيقى، اللي نحيي الأخ خالد بن نية على دعوته لنا بالمناسبة. سأكون إن شاء الله عضو لجنة التحكيم لأحد المسابقات الولائية في الأذان غدا إن شاء الله. المسابقة تشرف عليها مديرية شؤون دينية في أم بواقي؟ نعم في أم بواقي. مسابقة للكبار في الأذان، ويعني وجهت لي دعوة لأكون عضو في لجنة التحكيم. ممكن راح يكون لنا الأيام القادمة إن شاء الله في بمناسبة 27 ليلة 27 راح يكون لنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، كل توفيق إن شاء الله يا رب. أمين، كيف تختارون الكلمات والأناشيد يعني الخاصة بكم؟ والله هي كفرقة رانا حاليا نقوم بعمل ديكور فقط يعني في السهرات وفي المناسبات. أما كأعمال خاصة لحد الآن لم يكن لنا عمل خاص بنا كفرقة. كانت لي أنا أعمال أكيد من أعمال أمين، النشيد الرسمي لجامعة أم بواقي، نشيد المعالي. وكانت لي ثاني نشيد آخر ذو طابع وطني بعنوان وطني الجزائر. كان لي ثاني عمل آخر بعنوان هذو النشيدين صور لهم فيديو كليب والحمد لله عرضوا وروجوا. العمل الآخر اللي مازال ما صورتلوش فيديو كليب هو بعنوان ربي الحامي. كان ديو بيني وبين أحد الفنانات يحمل موضوع معالجة ظاهرة اختطاف الأطفال. ديو كان عبارة عن حوار بين أب وبنته. سجلناه ومازال لم تتح الفرصة أن نصور له فيديو كليب. مقطع منه لإذاعة أم البواقي تكون هي السباقة، نحب مقطع منه. أكيد. قلت علي يا وردة عمرك والوردة تحتاج رعاية، خبيني بابا في حضنك دنيتنا ما فيها حماية. قلت عليها وردة عمري والعمر وردة تحتاج رعاية، خبيها بنتي في صدري دنيتنا ما فيها حماية. الله يبارك ما شاء الله. أمين، الكلمات الكلمات لأحد الشعراء الشاعر محمد الأمين من العاصمة اللي نحييه بالمناسبة. الألحان ألحاني، التوزيع الموسيقي كان في أحد الاستوديوهات بالجزائر العاصمة، الموزع محمد مرابط اللي نحييه ثاني بالمناسبة. الفنانة اللي شاركتني في العمل ريحانة مشنتل اللي نحييها أيضا بالمناسبة. أكيد تحياتنا لهم جميعا. أكيد حيتصور هذا الفيديو كليب إن شاء الله يا رب، كل توفيق إن شاء الله يا رب. ما هي الأنشودة اللي كانت لها دور يعني أنه أمين كانت فال خير عليه، وجه خير عليه على أمين؟ والله أول عمل احترافي لي اللي هو النشيد الرسمي لجامعة أم بواقي. نعم. كيف كانت الفكرة أمين وكيف؟ الفكرة كانت فكرة الأستاذ الدكتور زهير ديبي مدير جامعة أم اللي نحييه وتحية كبيرة. تحية كبيرة جدا 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 له، ونتمنى له كل التوفيق وكل النجاح اللي راهو غادر الجامعة منذ، ولكن لم يغادر قلوبنا، يعني شخص يعني في القمة، بقي راسخا في قلوبنا. أكيد أنا أكيد. أعتبره الأب الثاني، الله قدم لي كل الدعم وكل المساندة. كانت الفكرة تاعو. تواصلت ثاني مع الأستاذ سفيان جدي المدير الفرعي للنشاطات اللي نحييه بالمناسبة، واللي كان يعني كان لي من أكبر الداعمين. الحمد لله عرض علينا الفكرة، وقمنا بقامة المديرية الفرعية بالجامعة بمسابقة في الجامعة لاختيار الكلمات، شاركوا فيها الطلبة والأساتذة. اختيرت الكلمات من طرف لجنة متخصصة. الكلمات كانت من إبداع الشاعر طالب الدكتوراه رشيد بكرة اللي نحييه بالمناسبة. حاولنا نتواصلوا مع الأستاذ عبد الرحمن بوحبيلة منشد الشارقة اللي يعني أشرف على تلحين وتوزيع هذا العمل والتسجيل أيضا بمرافقة نادي جيل الإنشاد اللي نحييه بالمناسبة. كان هذا النادي في الجامعة، وكنا يعني نشرفوا تقريبا على إحياء المناسبات اللي كانت تقام في الجامعة. سجلنا العمل وصورنا له فيديو كليب. ثاني نحيي مصور الفيديو ماد برود عماد بالمناسبة ونشكره جزيل الشكر يعني فنان على تعاونه معنا، يعني قدم لنا كل أنواع المساعدة. والحمد لله عرض الكليب في الملتقى الدولي للشهيد العربي بالمهدي يوم 3 مارس. الحمد لله يعني نال إعجاب الكثير. حضر
وزير المجاهدين السابق اللي توفى، نترحموا عليه في هذا الشهر الفضيل، واخت العربي بن مهيدي ايضا كرمنا على العمل الحمد لله، ونال رواجا واسعا بين مختلف شرائح المجتمع. يعني الحمد لله يا رب. امين، بما انه نحن في شهر رمضان المبارك نحبوا انشوده عن شهر رمضان الفضيل. رمضان فيه ولا عندكم برنامج؟ يعني الاختيار لكم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم يلي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. يلي بتحلم بالغفران، راكع ساجد للرحمن. تعال توسل بالمنان، تعال توسل بالمنان، وندخل جنات النعيم. رمضان كريم رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة وتلقى النعيم. رمضان كريم. نتمنى رمضان كريم لكم لكل مستمعينا ومستمعاتنا الأكارم. الانسجام مش حتى في النظرات، حتى في الصوت، يعني صوت يعني موحد. الله يبارك، ما شاء الله عليكم. يعني والله العظيم ليست مجاملة، بس راني متفائلة جدا بهذه الفرقة. إن شاء الله راح يتوصلوا للعالمين إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب. وتكونوا ضيوفي هنا في إذاعة أم البواقي إن شاء الله. الحمد لله كانت بالك أول جمعة لينا هنا في إذاعة أم البواقي. الحمد لله، يعني تكون فعل خير إن شاء الله يا رب، فعل خير إن شاء الله يا رب، وكل توفيق كل النجاح في مساركم. الإنشاد والنشيد أكيد من أهم القيم التي يمكن أن نعلموها لشبابنا، يعني هو رسالة. أكيد رسالة هاتف رسالة. ما لا تصله الكلمة الجافة تصله الكلمة الملحنة، وهي أكثر تأثير. كاين أنا بالمناسبة سما تخصصي علم النفس في الجامعة، فتح عليا واحد الدراسة أمريكية يقول لك للكلمة الملحنة وقع على النفس بنسبة بالك 50% ولا أكثر من الكلمة الجافة. أكيد نشوفوا يعني لو الإنسان أحيانا يستمع لأنشودة والله لتلاوة والله لأغنية، تلقى الجسم تاعو يقشعر، واحيانا ممكن حتى الدموع تنهمل يعني عندها اثر كبير يعني خاصه يعني نحبوا نزرعوا هذا الشيء في ابنائنا، يعني الجيل القادم ان شاء الله يا رب. هذا هو دورنا اللي يعني ربي ان شاء الله يوفقنا فيه، واتمنى ان شاء الله لكل من حباه الله بصوت جميل انه ان شاء الله يحاول يهذب من اذا كان يعني في مجال الفن يحاول يهذب من الكلمات تاعو ويخلي له اثر ايجابي في المجتمع، ويخلي له بصمه ايجابيه في المجتمع، ويخلي له سنه حسنه في المجتمع، لانه الناشئه والاطفال هذو والجيل هذا القادم يعني بما اننا قاعدين نتحدثوا عن المجال الفني تقريبا تشوفي اغلب بالك التصرفات تاع الجيل راهي تلقاه مسمى مستوحاة من تلقاه متاثرين تاثر كبير جدا بالفنانين وبالاغاني والشيء اللي راهو موجود في تلك الاغاني واللي راهو يروج. بارك الله فيك.
حنا نحاولوا ان شاء الله بهذا الفن نقدموا البديل الهادف، نحاولوا نقدموا ولا نرسخوا من القيم الهادفه، نحاولوا ان شاء الله ان نتمنى انه تكون عندكم زيارات في المدارس، يعني هذا الشيء اللي نحبوه ان شاء الله، يعني مع مديريه التربيه، مع اكيد تكون عندكم زيارات في المدارس، يعني في الحفلات نهايه السنه، في التكريمات، بما انه احنا على ايام على 16 افريل يعني على مقربه، نتمنى انه تكون هذه الفئه متواجده، يعني أكيد. المنشدين أكيد. نشيد الهدف في هذه أكيد. يعني في المؤسسات التربويه. أكيد ولها تأثير كبير جدا، يعني فكرة كما قلتي تأثير كبير جدا. احنا كنا في الجامعة عندنا يعني كما قلت لك نادي إنشادي، لكن اسم الأناشيد توجه للطلبة الجامعيين والحاضرين اللي يكونوا في المناسبات. أما كما قلتي في المناسبات هذه من احنا رانا في الخدمة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله تحيا هذه المناسبات أكيد بفن هادف ونظيف، حتى أبنائنا يتعلموا ويترسخ في المناسبات. أكيد راكي تشوفي اسم راهم يقوموا بأناشيد، لكن موش كما يكون الحضور الشخصي تاع المنشد يعني أثر أكثر. أكثر. يعني المعلم ولا الأستاذ يعطيك أنشودة أنك تحفظها تكون عندها اختلاف، ولكن عندما يكون المنشد، وخاصة يعني الله يبارك عليكم شباب يعني في مقتبل العمر، ما شاء الله عليكم. ربي يبارك فيك. الفرقة نوصلوا الرسالة اللي رانا حابين نوصلوها للشباب، وأنه الشباب يولي ينجذب لهذا الفن الملتزم، ونوصل للعالمية إن شاء الله يا رب. الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إله جود عليا، بك عمرت سواقي ونحلتي في نواورك مرعية، ولا تجعلني شاقي حرمة وتخيل ليك بالصوفية، ولا تجعلني شاقي حرمة وتخيل ليك بالصوفية، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، نبي يا جيراني لو صبت الزاد من غدا نمشي ليه، نبي يا جيراني لو صبت الزاد من غدا نمشي ليه، نهد نور عياني نطف بالكعبة نزور ونلبي، نشاهد نور عياني ونطف بالكعبة نزور ونلبي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، يا زوار النبي لله ديوني نزور معاكم، يا زوار النبي لله ديوني نزور معاكم، مولاي محمدي داوينا يا ابو عمامة خضراء، مولاي محمدي داوينا يا ابو عمامة خضراء، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي، الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. إن
شاء الله كل التوفيق، كل النجاح ان شاء الله يا رب ليكم ان شاء الله. خاصة يعني احنا في هذه الايام المباركة من شهر الفضيل، يعني نتمنى من كل قلبي انه توصلوا لاعلى المراتب ان شاء الله يا رب. يعني في مجالكم اكيد. الحمد لله بهذا يعني فتحتوا يعني المجال، يعني شكرا جزيلا لكم. الحمد لله يعني انا عندي اصدقائي منشدين في الولايات منهم، يعني يجد صعوبة كثيرة جدا في أنه يكون في حصة في إذاعة. يعني الحمد لله إذاعة أم البواقي الجهوية أحييها بكل طاقمها من هذا المنبر، وتحية خالصة لها، فتحت لنا الأبواب. شكرا جزيلا لكم وألف شكر لكم. شكرا لك على حضور. يعني دائما في النشيد وفي الفن الهادف يعني في صعوبات، اكيد في صعوبات، في عراقيل، يعني ما نحبوش نتمنى انه ما تكونش صعوبات، نتمنى ما تكونش في عراقيل. يعني كما قلتي الطريق النجاح ما يكونش مفرش بالورود، لازم يكون فيه صعوبات ولازم يكون فيه تحديات، وبه الانسان يحس بهذاك الطعم تاع النجاح والطعم تاع الوصول لازم يتحدى هذيك الصعوبات. ممكن بالك من بين اكبر الصعوبات اللي تلقيناها كما قلت لك قبيل، كاين اصوات من مختلف بلديات ولايه ام البواقي، لكن احيانا نلقاو شويه صعوبه في التنقل وصعوبه في حتى اذا كما نقولوا احنا تنقلوا لنا لهيه نلقاو صعوبه في المبيت. بارك الله فيك. وبهذه المناسبه يعني الحمد لله كاين الرجال اللي وقفوا معنا، يعني مدينه عين بليله مدينه الرجال، مدينه يعني اللي عندهم يعني المستثمرين بالاموال، نتمناو انهم يلتفتوا الى هذه الفئه، لهذا الفن الهادف الجميل. نحيوا بالمناسبه قطاع الشباب والرياضه، ونحيوا الاخ زينو بوجيل مدير ديوان مؤسسه الشباب اللي فتح لنا ابواب دور الشباب، والاستاذ مسيس مدير دار الشباب بعين ليله، عبد الرؤوف بوبكاو، يعني كل اللي تعاونوا معنا الحمد لله. يعني لقينا في دور الشباب المرتع تاعنا، وقدرنا يعني نريبيتي وقدرنا ندربوا ونلموا بعضنا ثم. وربما راهو كاين مشروع لانجاز بيت شباب بعين ليله، نتمنوا له ان شاء الله الاستمراريه ان شاء الله ونستفيدوا من هذا المرفق العام ان شاء الله. وتعلموا الابناء الصغار يعني أكيد. اللي عندهم اكيد عندهم مواهب وعندهم طموحات، يعني اكيد عندنا مواهب. الجانب هذا احنا اللي مقصرين فقط. عندنا الشيخ بارش عبد الغني دكتور مفتي الولايه اللي يقدم لنا يعني كل البدايات تاعنا كانت من عنده من المسجد. نشكروه بالمناسبه ونحييه. عنده مجموعه من الاطفال في المدرسه القرانيه، ديما يقول لي روح امين روح كون الاطفال. انا اللي شويه بارتباطات العمل وكذا، لكن لازم هي ضروره، لازم الانسان يسلم المشعل يوما ما. ولايه ام بواقي عكس الولايات منهم، لو كانت تشوفي في ولايه المسيله مثلا والله ولايه بوسعاده، الفرق تقريبا لا تعد ولا تحصى. ولايه ام بواقي الفرق الانشاديه قليلا نوعا ما. نتمنى انه تكون ان شاء الله يا ربي تكون فيه اجيال صاعده. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الانبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الانبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. الله يبارك، ما شاء الله عليك، الله يبارك. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله، وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله. وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد، وعم نوالها كل العباد. حبيب الله يا خير البراء، يا قمرون قمرون قمر سيدنا النبي، قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. الله
الله يبارك ما شاء الله. يعني ما نخافش عليك امين. اختيار 100% يعني سليم. الله يبارك ما شاء الله. بديت بإلقاء القصائد في الثانويه اللي كنت ندرس بها، ومن ثم يعني اكتشفت باللي عندي صوت. الله يبارك. بالمناسبة ثاني في التقديم وفي التنشيط راهو مبدع جدا صراحة. الله يبارك الله يبارك. متعدد المواهب. الله يبارك. عندنا الفنان في كل المجالات، عندنا متعدد المواهب. الله يبارك. تفضل. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. ما أحسن الاسم والمسمى، وهو النبي العظيم في صورة عمّة، إذا ذكرته هلت الدموع السواكب، وإذا تذكرته أقبلت الذكريات من كل جانب. وكنت إذا ما اشتد بي الشوق والجوى، وكادت عور الصبر الجميل تفصم، أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها تتوهم. المتعبد في غار حراء، صاحب الشريعة الغراء، والملة السمحاء، والحنيفية البيضاء، وصاحب الشفاعة والإسراء، له المقام المحمود، واللواء المعقود، والحوض المورود. هو المذكور في التوراة والإنجيل، وصاحب الغرة والتحجيل، والمؤيد بجبريل، خاتم الأنبياء، وصاحب صفوة الأولياء، إمام الصالحين، وقدوة المفلحين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السماوات شيقات ضماء، والفضاء والنجوم والأضواء، كلها لهفة إلى العالم الهادي، وشوق لذاته واحتفاء. تنظم في مدحه الأشعار، وتدبج فيه المقامات الكبار، وتنقل في الثناء عليه السير والأخبار، ثم يبقى كنزا محفوظا لا يفيه حقه الكلام، وعلما شامخا لا تنصفه الأقلام. إذا تحدثنا عن غيره عصرنا الذكريات، وبحثنا عن الكلمات، وإذا تحدثنا عنه تدفق الخاطر بكل حديث عاطر، وجاش الفؤاد بالحب والوداد، ونسيت النفس همومها، وأغفلت الروح غمومها، وسبح العقل في ملكوت الحب، وطاف القلب بكعبة القرب. هو الرمز لكل فضيلة، وهو قبة الفلك للخصال الجميلة، وهو ذروة سلام المجد لكل خلال جليلة. تشوقت روحي لشط الوادي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي. تشوقت روحي لشط الوادي، تشوقت روحي لشط الوادي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي، فها أنا ذا ربي خذ بيدي. الله يبارك ما شاء الله. أبدعتم يعني جميعا. الله يبارك. صوتي نسي في الآخر، يعني تقول صوت هذا جميل يجي صوت يعني الله يبارك ما شاء الله. يعني نتمنى لكم نجاح، نتمنى لكم التوفيق. يعني شرفتموني، أبدعتم في سهرة اليوم. يعني كانت خفيفة جدا هذه السهرة. يعني نقول حنختم ونشوف للوقت، نقول نزيد نستمتع معهم، وأكيد مستمعينا ومستمعاتنا راهم يستمتعوا معنا في بيوتهم أكيد عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة أم البواقي الجهوية. لكل من يتابعنا رسالة تحبوا توصلوها في الختام، رسالة توصلها أمين؟ رسالتي في الأخير كما قلت لك لكل من حبه الله بصوت جميل. أولا إن شاء الله يحاولوا يهذبوا من الكلمات تاعهم، لأنه هذاك الجمهور راهو الإنسان يختار، سواء يكون له سيئة جارية ولا يكون له حسنة جارية أكيد.
رسالتي الثانية إن شاء الله لكل يعني من يستطيع أن يقدم يد المساعدة لكل من له موهبة، ما يشي غير الإنشاد فقط، لأنه أنا عن نفسي لو لم تتح لي الفرصة في الصغر يعني لما الحمد لله الواحد خاض هذا المجال وهذا وفي مواهب مدفونة يعني أكيد. ما خرجتش للضوء ولا العلن. أكيد، ولهذا نوجه إن شاء الله دعوة لكل من يستطيع أنه يقدم يد المساعدة لكل من يرى فيه موهبة ما، لأنه هذيك الموهبة إن لم يعني الإنسان يستثمر فيها ويوجهها إلى الطريق الصحيح أكيد راح تروح إلى طريق آخر. ان شاء الله السلطات يلتفتوا لمثل هذه المواهب يعني للشباب خاصة في الولاية تاعنا، ونشكر إذاعة البواقي على هذه الاستضافة. نشكر العائلة الكريمة، الوالدة والأب وأصحابي اللي يقراوا معايا ومثلا يدعموني ديما يدعموني في الحفلات هذو كذا. ونشكر امين بيان سير، هو يعني الاخ الاكبر كما قال خويا هيثم، هو اللي ديما يلمنا وديما ما بخلش علينا في حتى حاجه يعني بصراحه، في اي نشاط اي فكره يعيطنا يقول لنا يتشاركوا يا ترواحوا، يعني هو اللي راه يوجه فينا وبالنسبه لي راه القدوه تاعنا في هذا المجال الانشاد، والله في حياتي يعني راه كما تعرفوا امين يعني خلقا وفنا. الله يبارك. نشكركم مرة أخرى على الدعوة، نشكر جنود الخفاء اللي راهم قايمين على إذاعة البواقي، كذلك نشكر أمين اللي كان همزة وصل بيناتنا يعني لأن لولاه ما كناش راح نتلاقاو، لأن كل واحد كان ينشط بطريقته الخاصة. يعني الحمد لله لقينا اللي يقدروا نتلموا، ان شاء الله تكون فيها الخير علينا ان شاء الله فاتحه خير ان شاء الله يا رب. كذلك نتمنى نكونوا يعني فتنا جزنا عليكم خفاف على المستمعين اللي معنا، ان شاء الله فرصه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وهذا مكان العائله الكريمه تحييهم. الكريمه كذلك نحييهم بالمناسبه. اكيد العائله الكريمه بالمناسبه نحييهم كذلك زملائي في العمل. ان شاء الله يعني عيد مبارك مسبقا، تعيدوا ان شاء الله بالخير والسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. نشكركم على حسن الاستضافة، نشكر إذاعة البواقي على معاملتكم، ونشكر أصدقائي وأصحاب الفرقة، ونشكروا اللي دعمونا اللي ما دعموناش. إن شاء الله يكون لنا فرصة معكم ان شاء الله يا رب. منورينا وصحة عيدكم إن شاء الله. شكرا لك، منورينا أخي تفضل. نشكركم على هذه الاستضافة يعني كامل طاقم إذاعة البواقي، ربي يبارك فيكم انكم يعني تلتفتوا هكذا مواهب يعني خاصة في الفن الملتزم اللي هو الإنشاد. وماذا بينا نطلبوا يعني سواء من الناس اللي في الإذاعة راهي تسمع فينا الآن أنهم كيف نقولوا احنا يعني يتوجهوا لهكذا فن ملتزم، وبصفتي صانع محتوى ديني على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي أوصيكم خاوتي أنكم يعني تعتنوا بالقرآن سواء قراءة ولا حفظا، لأنه والله شيء جميل والله يعاونكم في كامل الميادين يعاونكم يعني، وخاصة الصلاة وربي يبارك فيكم كل توفيق. شكرا لك. أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك البدا، حبك في سلطان جسدي مع الزكية عين وحدا. أحسن ما يقال عندي بسم الله بيك نبدا، حبك في سلطان جسدي مع الزكية عين وحدا. قد النحلة اللي تسدي تبني شهدة فوق شهدة يا محمد، يا سيدي صلى الله عليك نبدا يا محمد، يا سيدي صلى الله عليك نبدا. اللهم صلي وسلم طول الدهر على نبينا، قدر نجوم الليل لا ظلم والامطار النازلين،
واستخلاف الحوت الأبكم في البحور الغامقين. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. صلى الله عليك وثنى ألف سلام عليك ثاني. لولا أنت لا نور الجنة يشرق ولا نار تسني. نحتاجوك نهيه لهنا يا من بيك الساس مبني. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. تشفعني لأبي وجسدي ووالدي وجدة. أرفق بروحي وجسدي داويني نبرة من الدار. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. يا محمد أنت سيدي صلى الله عليك البدا. تحياتي لفيولات كوفي اللي وفرت لنا هذه الأواني الجميلة والرائعة. أكيد للمبدعة حياة وقاف أكيد على صنع هذه الحلويات اللي نوجه لها تحية من هذا المنبر. في ختام هذه السهرة الفنية الرمضانية المتميزة أشكر فرقة أمين زروق على حضوركم، متعتونا بأصواتكم العذبة وأناشيدكم الهادفة. أضفتم أجواء جميلة ورائعة على شهر رمضان المبارك ملؤها. كما أشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة. نتمنى أن نكون قد دخلنا إلى قلوبكم لحظات من الفرح والطمأنينة. نلتقي بكم إن شاء الله في حصص أخرى. تقبل الله صيامكم وقيامكم. كل عام وأنتم بألف ألف خير. إليكم هذه الأنشودة الختامية من فرقة أمين زروق من عين ليلة. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. السيارات تهيا وانا المال قاطع بيا. السيارات تهيا وانا المال قاطع بيا. خلى دموع في عيني ودايا ان شاء الله مقبول. الله 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 لا اله الا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. جت الحاجة بالنية جابت لي سبحة وشاشية. جت الحاجة بالنية جابت لي سبحة وشاشية. خضرة تشبه للحورية ونور عليها يبان. خضرة تشبه للحورية ونور عليها يبان. أنا الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. صلى الله على المختار واللي جاب الفرضية. أحمد صاحب المحراب سيدي خاتم الأنبياء. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله. الله 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 لا إله إلا الله. الله 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 والحبيب رسول الله.